الموضوع ديال اليوم خطير جدا. كنت انا غادي نتكلم عليه هذه 4 ايام، لكن قلت خليني ما نهضرش باش ما نشاركش في تهييج المغاربه، حيت هذا الموضوع هذا كان الهدف ديالو تهييج المغاربه وينوضوا ويخرجوا ويتكلموا وينفجروا بالعقل. الموضوع عنده علاقه بالسبته ومليليه، وعنده علاقه بالجمارك والديوانه، وان المغرب ياك ما يكون تخلى على سبته ومليليه نهائيا، بما انه دار الديوانه. خرجوا جوج ديال الجرائد، القدس العربي اللي كانت فلسطينيه ودابا ولات قطريه، وجريده الشروق الجزائريه. هما كتبوا نفس المقال. القدس العربي كتباتو نهار 29 يناير اللي فات، موراها بيومين 31 يناير غتجاوبها الشروق نفس المقال، نبدلا غير العنوان. القدس العربي شنو كاتبه؟ عنوان المقال في القدس العربي هو: في سابقة تاريخية تحويل سبتة ومليلية المحتلتين إلى مركز رسمي للجمارك مع إسبانيا. والشروق الجزائرية كتبه: فضيحة، المخزن يتخلى طوعا عن سبتة ومليلية لإسبانيا. أولا بعد المضحك في هذه القضية هذه، الشروق الجزائرية نطقات بالحق بلا ما تشعر. كنعرفوا أن دولة الجنرالات هي الدولة العربية الوحيدة اللي كتقول أن سبتة ومليلية الإسبانيتين كتعترف بالاحتلال ديالهم. في هذا العنوان هذا قالت لك المخزن يتخلى عن سبتة ومليلية طواعية. إذن كتعترفوا بأن سبتة ومليلية راها مغربية، وكما كتقولوا نتوما المغرب غادي يتخلى عليها. إذن اعترفتوا بها، المغرب يتخلى عن سبتة ومليلية لإسبانيا، بمعنى سبتة ومليلية راها مغربية والمغرب تخلى عليهم. ظهر الحق وزهق الباطل. بالنسبة للقدس لاحظوا في العنوان كتبه سبتة ومليلية المحتلتين، ولكن ملي كتقرا المقال كيجيو للصحراء كيقولوا الصحراء الغربية. يعني جريدة القدس العربي القطرية كتقول سبتة ومليلية راه محتلة، لكن الصحراء راها غربية. واللي خلاني نهضر إخواني خواتي، كما قلت ما بغيتش نهضر باش خرج المقال، حيت خرج قبل ما يجي بيدرو سانشيز اللي راه بدا الزياره ديالو للمغرب الاربع والبارح. ما بغيتش نشارك في التشويش على الزياره، وما بغيتش نشارك في تهييج المغاربه. قلت خلي تا يجي سانشيز ويهضروا ويساليو الحوار ديالهم، عاد نجي انا ونتكلم على الخطر ديال هاد المقالين والنيه ديالهم الخبيثه. بعدا جريده القدس العربي كنت كنقراها من زمان باش كان كيملكها عبد الباري عطوان. مره كانت كتهضر عن المغرب، ما مهتماش بالمغرب، مهتمه بالشرق الاوسط، مهتمه بالعالم العربي، بالخليج، بالناس اللي كانوا الجهات اللي كانت كتوالي عبد الباري عطوان والجريده ديالو. كانوا كيهضروا ملي كطرا شي حاجه كبيره، ما كانوش كيهتموا. القدس العربي ديما كتكتب دابا على المغرب وضد المغرب وضد الصحراء، وديما الصحراء الغربيه. هذا من جانب. وعلاش كتقول لك سبتة ومليلية المحتلتين؟ يعني سير حاربهم وخلي ديك الصحراء، سير بدا بهم هي اللي هما الاولين. حتى هما ما عاجبهمش ان المغرب خدام على الصحراء وتيقول لك لا هادوك راه محتلتين، يعني هما كيوجهونا، ولكن الصحراء لا، الصحراء غربيه. المضحك ان هذا المقال بعدا فيه مغالطات ونفس الهضره، دايرين كوبي كولي، لصق القطع واللصق وحاطينها. هما دايرين واحد المقدمه مختلفه، لكن بعد كيستعملوا نفس الكلمات. كتقرا باراغراف كله نفس الهضره، يعني القطع واللصق. يضاف الى هذا ان المغاربه المتخمين لسبتة ومليلية مثل ساكنه اقليم تطوان كانوا يدخلون الى المدينتين بدون تاشيره. هذه الجمله هذه هي خذها اللي كتلقاها عند الشروق، خذها نفس الكلمه، نفس الكلمات، نفس الجمل. كيجيو لواحد الزياره ديال الملك خوان كارلوس. دابا تبعوا معايا هنا الخطوره ديال هاد جوج ديال المقالات، باغيين يهيجوا عباد الله.
وكما قلت يشوشوا على الزياره ديال سانشيز، يقول لك المغرب تخلى على سبته ومليليه. المقالين مشاو ل 2007 الزياره ديال الملك خوان كارلوس لسبته ومليليه، وقال لك باش كان الملك زار خوان كارلوس 2007 المغرب حياح وغوات خرج البرلمان والحكومه والبرلمان المغربي نعت الزياره بانها امبرياليه، وبجوجهم قال لك المغرب سحب السفير ديالو في ذاك الوقت عمر عزيمان، وهددوا بالغاء اتفاقيه ديال حسن الشراكه بين المغرب واسبانيا في 91، وقيامه كحله والبرلمان كيهضر والحكومه كتهضر. قال لك انهم اقاموا الدنيا وما حطوهاش الارض، بجوجهم كيقولوا هاد الهضره هادي. وقال لك دابا سكتوا، درتو جمارك مع اسبانيا وساكتين وحتى واحد ما كيهضر، ما ولا كلمه. و2007 حيحتيو وهذا سحب السفير، ودابا ضربتيوها بسكته ما حشمتيوش، تخليتيو على سبته ومليليه. جيو لواحد النقطه خطيره، وقال لك بان اصلا اسبانيا غير ضحكات عليكم، ما كاين لا اعتراف ولا حتى شي حاجه، ما كاينش اعتراف بالحكم الذاتي. قال لك اصلا سانشيز في البرلمان الاسباني، كتقول جريده القدس انه قال في البرلمان الاسباني في جوان شهر 6 العام اللي فات، مو بثلاث شهور مور ما اسبانيا دارت القرار بالاعتراف بالسياده المغربيه في مارس ديال العام اللي فات 2022. قال لك ان سانشيز في البرلمان الاسباني قال ان حنا اعترفنا، قلنا المغرب غنعترفوا بالسياده ديالكم على الصحراء المغربيه بشرط ان توافق على هذا الاعتراف البوليزاريو. هذا الكلام كلام خطير، كيقولوا الجريده كتقول المغرب القدس العربي كتقول لهم ها انتم، لا بمعنى كتقول لهم لا انتم استرجعتيو سبته ومليليه ولا اسبانيا اعترفت لكم بالسياده، ما كاينه السياده، قالت لكم خص توافق البوليزاريو، ولا الصحراء انتم خديتيوها، ما كاين حتى شي حاجه، ضحكوا عليكم. وانا قلت لا خليني نقلب، مشيت كنتفرج في السوايع ديال سانشيز والمعارضه ديال سانشيز في البرلمان. بل اكثر من هذا، الكلمه اللي قالها سانشيز في شهر 6 جوان العام اللي فات في البرلمان، مشيت انا 3 شهور من بعد الكلمه اللي قال في الامم المتحده في الاشغال ديال الجمعيه العامه 3 شهور من بعد، يعني في سبتمبر، ما قالها لا هنا لا لهنا، لكن نبقاو مع البرلمان. وعلى حسب المقال ديال القدس مشيت كنتصنت الكلمه ديال سانشيز في البرلمان، ما قالش نهائيا ان القرار ديال اسبانيا الاعتراف بالحكم الذاتي ديال المغرب ديال الصحراء، كان اعترف بالحكم الذاتي بالسياده على الصحراء ديالو بشرط توافق البوليزاريو، ابدا. وانا الله يخليكم كنطلب منكم اي واحد لو جاب المقطع كامل بلا ما يقطعوا ديال كلمه سانشيز في البرلمان الاسباني جوان شهر 6 ديال العام اللي فات، مستعد نعتذر في هذه القناه ونقول لكم سمحوا لي كنعتذر، راني كذبت عليكم، راني زورت الحقيقه. مشيت كنتصنت الكلمه اللي قالها وتصنت المعارضه، حيت الكلام مهمه، انا المعارضه مهم، انا غنقول علاش المعارضه الاسبانيه مهمه. شنو قال سانشيز؟ سانشيز قال بان اسبانيا اعترفت بالمقترح بالحكم الذاتي، وقالت انه جاد وذي مصداقيه ويعتمد عليه، قالت هذا الشيء كامل انه ذي مصداقيه وجاد، وقالت ان في نفس الوقت حنا كنعترفوا وكندعموا الاحكام، كندعموا الامم المتحده والمجهودات الامم المتحده في ايجاد حل سياسي متفق عليه. هذا هو الكلام اللي قال سانشيز منين هضر الحكومه الاسبانيه، قال لك حنا كندعموا الحكم الذاتي وكنعترفوا بالسياده المغربيه على الصحراء، كندعموا الحكم الذاتي اللي هو جاد ودي مصداقيه. هذا كلام قالوا هو، لكن شنو اللي قال ان خص يكون اتفاق؟ هو الخدمه ديال الامم المتحده. اذا السيد علاش كيهضر على العلاقات الثنائيه المغربيه الاسبانيه،
كيهضر على الاتفاق اللي دار بين ملكين، الملك المغربي والملك الاسباني، لان نتجاوزوا الازمه، اعترفوا بالسياده المغربيه، دعموا الحكم الذاتي وقولوا بانه هو اللي كاين وحنا معكم. وكذلك كان هادشي اللي كانت في اسبانيا. واي واحد اللي كيظن بان الجريده عندها الصح وانا غلط، الله يخليكم سيروا تصنتوا وترجموا الكلمه ديال سانشيز في البرلمان الاسباني، غتلقاها بالضبط هادشي اللي قال لك حنا مع الحكم الذاتي لانه جاد ودي مصداقيه، وحنا مع الامم المتحده وكندعموا جهود الامم المتحده في وجود حل سياسي تتفق عليه جميع الاطراف، حيت الامم المتحده هذه اللغه ديالها، خص كلشي يتفق، هذه هي لغتها. اما العلاقات الثنائيه شكون الاخر. علاش المعارضه الاسبانيه مهمه؟ حيت ذاك الكلام اللي قال المقال، اللي قال لك ها هو المغرب ما لا ديدي لا حب الملوك، لا هو استرجع سبته مليليا، لا هو خدا اعتراف صحيح بالسياده المغرب، بالسياده على السياده ديالو من طرف اسبانيا ولا الحكم الذاتي، ولا هو استرجع الصحراء. وفوق من هادشي ها هو داير جمارك بينه وبين سبته ومليليا، يعني اعتراف بان هذوك الاراضي اسبانيا وعمره ما غيسترجعوا. ولكن شكون اللي قال انكم ما صورتوا حتى شي حاجه؟ المعارضه الاسبانيه هي اللي قالتها لحكومه سانشيز في البرلمان الاسباني. جاو المعارضه من فيكس والبوبولار وشنو قالوا اسبانيا ايوا نتوما ما خديتو حتى شي حاجه مقابل، الا المغرب معترف لكم بان سبته ومليليا ديالكم، الا المغرب فتح الحدود وخلى السبريون يعاودوا يرجعوا التهريب المعيشي، ولا هو دار معكم شي حاجه، والو ما خديتو حتى شي مقابل لا سياسي لا اقتصادي من المغرب. عمليه مرحبا مطوقنا، ما رجع شيء سميتو التهريب المعيشي، ما صورنا من المغرب حتى شي حاجه. اعترفنا بالسياده المغربيه على الصحراء، دعمنا الحكم الذاتي، ما خدينا حتى شي حاجه بالمقابل. المعارضه الاسبانيه هي اللي كانت كتقولها الحكومه سانشيز باش هكا تحرجوا. انما سبته ومليليا، واش المغرب واش هذا اعتراف بالاحتلال ولا تخليتي عليها؟ خلينا نعرفوا بعد القصه ديال الجمارك. الصبليون، الناس المتخمين لسبته ومليليا مثلا المنطقه ديال تطوان كانوا كيدخلوا بلا فيزا، ياك كيدخلوا بلا فيزا. علاش كانوا كيدخلوا بلا فيزا؟ حيت كيدخلوا يكيلوا السلعه ويجيو يدخلوا المغرب، وما كاين لا جمارك لا حتى شي حاجه، والمغرب كيضيع مئات الملايين ديال الدولارات سنويا اللي مفروض تكون ديال الجمارك، ديال رسوم جمركيه، يعني العشور ولا الضريبه ديال الديوانه، ياك 60 عام والناس خدامه. منين جا المغرب قال لا خصنا نقننوا، قالت له اسبانيا علاش بغيتي تقنن؟ كيدخل لنا الماكله الفاسده الخديمه البيريمي، كيدخل لنا الدواء الفاسد، المخدرات، الكحول، السلاح، تهريب البشر. بنادم راه مية كيحرك، كيمشي للصبليون يمشي لاوروبا ودول اخرى من المليليا، جميع الموبقات كتدخل لنا. السكان المحليين كيقولوا بزاف. وبما ان المغرب منع التهريب المعيشي وواعد الساكنه المحليه بالبديل، البديل ان كلشي يكون بالقانون. الا الصحه ديال الناس غادا تاثر، لان غيولي المغرب يراقب وغيكون لابوراتوار وقانون وديوانه كتراقب والسلعه مزيانه واش ماشي فاسده والصالحه للاستهلاك الادمي، ومنها الدوله ما كتضيعش في الضرائب. جات اسبانيا قالت ايوا اخويا منين نتوما كطالبوا بجمارك، بغيتو نتوما ديوانه، ايوا حنا راه غادي نديروا الفيزا. لان السبب اللي كان تيخلينا نسمحوا للساكنه ديال المنطقه يدخلوا عندنا بلا فيزا ما بقاش، كانوا كيكيلوا السلعه ويدخلوا عندكم ويلوحوا عندكم كلشي. دابا كان نتوما كتهضروا على الجمارك وبغيتيو ديروا قانون تفرضوا علينا حتى حنا اخا غنقولوا للناس يديروا الفيزا. هذه هي الحكايه والروايه بالنسبه للفيزا، ماشي اهانه. اصلا كانت القضيه في مصلحه اسبانيا. لو الصبليون دير لك الفيزا باش تدخل وتهز السلعه، كدير الفيزا كتدخل دير السلعه، ما كاين لا ديوانه لا والو. اذا علاش دارت الفيزا؟ علاش كاين قانون؟ لكن
منين المغرب قال لك اودي حنا 60 عام حنا ضايعين، والتهريب بكل انواعه واشكاله، خلينا نديروا القانون ونديروا الجمارك ونفرضوا رسوم جمركيه. اسبانيا قالت ايوا ملي بغيتي الجمارك انا غادي ندير الفيزا، حيت ما كيرضاوش، حيت المغرب شحال هادي ما كان كيقول والو، ما كانش كيتكلم في هذا الموضوع. اسبانيا عاجبها الحال وساكته، والناس السلعه داخله، الاسواق الاسبانيه خدامه مزيان، حيت شكون اللي كان تيغوت؟ الساكنه ديال سبته ومليليه والساكنه المحليه. وما نساوش بان منين المغرب منع التهريب المعيشي والازمه ديال المبطوش، المغرب فيما كانت تضغط سبته ومليليه وكتهضر اسبانيا كيقول لهم خلينا نديروا دابا الجمارك، تيقول لها ودي لا الجمارك كذا ما خصناش، كيحاولوا عاوتاني يضغطوا. المغرب ما بقيتيش قاعد تضغط عليه ابدا. المغرب ديال 2023 ماشي هو المغرب ديال الثمانينات ولا التسعينات، ما كانش كيدير رد الفعل. دابا لا، المغرب ماشي غير كيدير رد الفعل، كيدير الفعل. ومنين فرض على اسبانيا الجمارك والتقنين، اسبانيا دارت الفيزا. بالنسبه للناس اللي قال لك ايوا خصك تحرر ما تحرر، بلاتي دابا لو نحسبوا غير هاد 60 سنه الاخيره غير فقط، رغم ان كنهضروا على 500 سنه ديال الاحتلال 86، غير 60 سنه الاخيره لو المغرب هاد 60 سنه دار عمل باش هكا يرد 86، واش كتظنوا في هاد 60 سنه كنا غنكونوا رجعنا 86؟ مع العلم ان شحال من مره كنقول انا 86 موراها اسبانيا، واسبانيا موراها الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي متكي على الذراع العسكري ديالو اللي هو حلف الاطلسي، الحلف الناطو. اذا غيولي المغرب ضد العالم. 86 غادي نرجعوا طال الزمن او قصار، حيت الاحتلال ما لا يسقط بالتقادم، بدليل ان كل ما المغرب كيهدد بتدوير القضيه ورفع المحاكم ويهضر عليها عالمي، كانت اسبانيا كترعد الفرائز ديالها، حيت عارفه ما عندها حتى شي حجاج وانها فوق التراب المغربي. انما 86 غادا ترجع. طالما دابا ما تحققش هذا الامر، خلينا نقنوا الموضوع ونديروا جمارك، واول المستفيدين هما السكان المحليين والمغاربه بشكل عام. على الاقل ما غاديش يبقى يدخل لهم السلعه الفاسده، السلعه المدوده، السلعه القديمه، السلعه المغشوشه اللي هي في الحقيقه سموم. وغادي ينقص التهريب بكل اشكاله بما فيه التهريب ديال البشر. في الحقيقه هذا النوع ديال الصحافه اللي كتكتب هذا النوع ديال المقالات هذا اعلام هدام، وكان الغرض ديال هذه المقالات بجوج، حتى لعب دور كبير المقال ديال القدس حيت هو اللي كتكتب الاول، وما عرفتش كيفاش بجوجهم اتفقوا على نفس اللغه ونفس المقال، بدلوا غير العناوين. وفي الحقيقه ما عرفتش شكون اللي كتب المقال الاول، رغم ان القدس هي اللي كتبته، لكن ما عرفتش واش الجريده الجزائريه واش هي اللي عطاتو لهم ينشروه الاول عاد ينشروه هما، ولا اتفقوا بحالنا بحالكم بجوجنا متفقين ضد المغرب، انتم كتبوا وناخذوا حنا، ولا نكتبوا حنا الاولين وتاخذوا نتوما. كاينين بزاف الاراء ديالكم، كتبوا لنا الله يخليكم انتم شنو الراي ديالكم في الموضوع، خصوصا ملي شرحت انا شنو هي حقيقه الجمارك ديال 86. واهم حاجه نردوا بالنا من هذا النوع ديال الاعلام اللي الهدف ديالو هو زرع الفتن وزرع القومات والثورات ويشعل العافيه في عباد الله، وما باغيش يشوف السلم والاستقرار في المنطقه ديالنا. كنشكركم جزيل الشكر، شكرا بزاف على المتابعه. الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.